صباح الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. هنعمل مع بعض النهارده طريقه الكوسه، اخلي لكم طعمها حتى اللي ما بيحبهاش ياكلها. هعرفها لكم في خطوات بسيطه خالص. انا كده قطعت معايا الكوسه وخليتها شرايح متوسطه كده، يعني خليت الكوسه شرايح متوسطه وغسلتها كويس قوي، وهنروح على النار ونشوف هنعمل ايه. طبعا باذن الله كده هنعمل تسبيكه خفيفه خالص عشان فتره الصيف اللي احنا فيه، يعني نعمل الصلصه بتاعتها تكون خفيفه عشان ما تجيبش حمو على الناس اللي بتاكل منها ان شاء الله. هعمل لكم حمرت تومه. انا في العادي في الكوسه بحمر بصله، بس احنا في الصيف بقى مش هنستحمل البصل ده. حمرت تومه ونزلتها فيها الطماطم تتسبك، وان شاء الله على ما تتسبك ننزل مع بعض بالكوسه خطوه خطوه ونشوف هنعمل ايه باذن الله. انا هنا بسبك للكوسه اهو زي ما احنا شايفين. حمرت تومه وحطيت عليها الطماطم، عامله طماطم بسيطه خالص عشان تبقى معايا طماطم فاتحه مش غامقه، علشان ما تديناش اي حمو في المعده. ان شاء الله باذن الله تعالى هننزل مع بعض خطوه بخطوه كده. لما الطماطم تقرب تتسبك هنكمل مع بعض ونشوف هنعمل ايه. كده يا حبايبي انا حطيت الميه عقد الكوسه، وهي كمان يعني هي كمان في الكاميرا حمراء قوي، انا مش عاطيها يعني انا فاتحه. الكاميرا عاطيه لها لون اغمق كمان درجتين او ثلاثه. كده الكوسه معايا بدات تغلي اهو. انا هسيبها اكتر من مثلا نقول تلت ساعه ربع ساعه او اكتر لغايه ما تستوي على نار هاديه بالراحه كده. انا حطيت عليها 3 كوبايات شوربه وسبتها تستوي بالبصله اللي انا حطيتها لها المرقه. ده طبيخ الكوسه، ما يزيدش عن كده حاجه خالص. هتبقى تستوي على نار هاديه، وبعدين ان شاء الله لما تستوي خالص هوريها لكم طريقه السوا عملت ازاي. ده شكل النهائي ليها. اي استفسارات عنها يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله هنكمل مع بعض بعد سوا الكوسه باذن الله. هنسيبها لكم شويه كده. ان شاء الله بتشوف سمك الخرطه دي اللي هتخليها تستوي براحتها. السمك بتاع الخرطه دي ما تكونش الناس مرققاها قوي ولا مخليها تخينه قوي، بس السمك بتاعها ان شاء الله باذن الله ما اخلصها ونغرفها نشوف مع بعض. كده يا حبايبي انا حطيت الميه عقد الكوسه، وهي كمان يعني هي كمان في الكاميرا حمراء قوي، انا مش عاطيها يعني انا فاتحه. الكاميرا عاطيه لها لون اغمق كمان درجتين او ثلاثه. كده الكوسه معايا بدات تغلي اهو. انا هسيبها اكتر من مثلا نقول تلت ساعه ربع ساعه او اكتر لغايه ما تستوي على نار هاديه بالراحه كده. انا حطيت عليها 3 كوبايات شوربه وسبتها تستوي بالبصله اللي انا حطيتها لها المرقه. ده طبيخ الكوسه، ما يزيدش عن كده حاجه خالص. هتبقى تستوي على نار هاديه، وبعدين ان شاء الله لما تستوي خالص
هوريها لكم طريقه السوا عملت ازاي. ده الشكل النهائي ليها. اي استفسارات عنها يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله هنكمل مع بعض بعد سوا الكوسه باذن الله. هنسيبها لكم شويه كده. ان شاء الله. وتشوف سمك الخرطه دي اللي هتخليها تستوي براحتها. السمك بتاع الخرطه دي ما تكونش الناس مرققاها قوي ولا مخليها تخينه قوي، ده السمك بتاعها. ان شاء الله باذن الله اما اخلصها ونغرفها نشوف مع بعض.